السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نينا. نرحب جميع المشتركات واللي راهي تشاهد في الفيديو لأول مرة. نتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة بزاف مطلوبة وبزاف ما ينجحوش فيها، اللي هي وصفة البغرير، اللي كيما يقولوا له بغرير الشهدة. هذا البغرير كيما راكم تشاهدوا في الصورة يجي مثقب وبدون بيض، يعني اي وحده تجربه من اول مره غادي تنجح فيه ويجيكم بزاف خفيف كيما راكم تشاهدوا، ويتثقب بالخف. غير تحطوه في المقله ولا في الطاجين غادي يتثقب معاكم. اللي جامي ينجح لها البغرير كي تجرب هذه الوصفه غادي ينجح لها اكيد من المره الاولى. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات، ونفوتوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. هنا في باسينة عندي نص كاس تاع فرينة، نزيد عليها كاس نتاع سميد رطب اللي هو سميد ناعم، اختاروا النوعية تكون جيدة. نروح نضيف عليهم هنا مغرفة كبيرة تاع سكر حبيبات، سكر عادي، ونزيد حوالي نصف ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز. نزيد عليهم هنايا قرصة تاع الملح نديرها جانبا، ومن بعد نخلط النواشف مليح مليح. هنا ضروري انكم تخلطوا الفرينة مع السميد باش تدخلكم مليح وتتخلط هذيك الخميرة قاع مع المكونات. هنا بعد ما خلطهم مليح مليح انا كنت دايره الماء تاعي يسخن، يعني ماء دافي. رحت ضفت عليهم الكاس الاول تاع الماء الدافي، نفس الكاس اللي عبرت به الفرينة والسميد، وزدت نصف كاس، يعني كاس ونص نتاع ماء دافي. بعد ما درتوه انا جبت البراميكسر تاعي وبقيت نخلط فيه كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل حتى ينسجموا لي كاع المكونات وما يبقاوليش هذوك الحبيبات. هنا حاولوا انكم ترحوا كلش مع بعض ولا تميكسوا كلش مع بعض، تطحنوه باش ما يبقاولكمش هذوك الحبيبات تاع السميد ولا تاع الفرينه. هنا بالنسبه للي ما عندهاش براميكسر تقدر تستعمل الاشوار عادي، حتى الاشوار تعطيكم نفس النتيجه. هنا كيما راكم تشوفوا خلطت حتى بدا يدير لي في هذوك الفقاعات اللي راهم يبانوا من الاطراف. هنايا حبست تخلط شويه، بعد ما تاكدت انه انسجم لي جبت واحده خميره الحلويات وضفتها على الخليط. هنا بالنسبه لي تبغى دير كميه كبيره تضاعف المقادير فقط، يعني كل حاجه تضربها في 2. نخلط شويه هذيك الخميره تاع الحلويات مع المكونات غير بالبرا هكا شويه برك، ومن بعد نروح نضيف عليهم ربع كاس ماء دافي. هنا زدت ربع كاس تاع الماء دافي، ومن بعدها بديت نضرب بالميكسر. هنا في هذه المرحله كي درنا خميره الحلويات نبقاو نضربو حتى يتشكلوا لي هذوك الفقاعات اللي راكم تشوفوا فيهم. تشكل الفقاعات هو دليل على نجاح هذا البغرير، وبلي غادي كي طيبيه يتثقب لك. هنا هاد العملية تستمر حوالي 5 دقائق هكا، كنتم تضربوا مليح مليح كيما قلت لكم حتى يتشكلوا لكم هادوك الفقاعات اللي راكم تشوفوا فيهم من الفوق. هنا بعد ما خلطتو وتشكلوا لي كاع هادوك الفقاعات من الفوق، هنا شندير نحاول نخلطو غير بالمغرفة من الفوق للتحت باش نتأكد بلي ما بقاتليش فيه هذوك الحبيبات. نهبط قاع الجوانب كيما هكا كيما راكم تشوفوا. والحاجه المليحه في هذا البغرير انه ما يتخمرش بزاف وما يديش وقت بزاف، يعني مده التخمر تاعو هي ربع ساعه فقط، من 10 دقائق حتى لربع ساعه. هنا بعد ما خلطته بالمغرفه نبلع البسينه تاعي بالغلاق تاعها ونخليه يخمر كيما قلت لكم لمده ربع ساعه. بعد ما تفوت عليه ربع ساعة نجي البسينة تاعي نفتحها ونشوف القوام تاعو. هنا غادي تلقاو بلي القوام تاعو ثقال شوية، يعني هذاك السميد والفرينة تشربوا شوية كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نخلطهم مليح مليح بالمغرف قبل ما نطيب. شوفوا هنايا كي راني نرفد، شوفوا الفقاعات كيف راهم متشكلين، الخليط كله فقاعات. هنا راني دايره المقله تاع لي كريب تسخن جانبا على نار متوسطه، واللي عندها طاجين هذاك تاع البغرير دير الطاجين عادي، وتقدروا اللي عندها ثاني مقله ما تلصقش دير فيها نورمال. هنا بعد ما سخنت لي المقله تاعي مليح مليح، ضروري انكم تخلوها تسخن. نجيب البغرير تاعي، انا كيلت قيس مغرفه هذه كبيره يعني بالغراف، وحطيتها وفوت عليها من الفوق فقط، ما تضغطوش للتحت باش ما تخسروش. وشوفوا هنايا غير حطيتوه شوفوا كيفاه بداو يتشكلوا لي هذوك الفقاعات كبار وشابين. شوفوا هنايا كي يبدا يثقب.
هذا دليل على انه البغرير تاعكم ناجح كيما قلت لكم من الخطره الاولى. وكيما شفتوا ما فيش مكونات بزاف وما فيش مقادير بزاف، والطريقه تاعو جد سهله. هنايا بهذه الطريقه كيفاش نحي الخبزه تاع البغرير تاعي خاصه المبتدئات، نجيب مغرفه كيما راكم تشوفوا نفوتها على الاطراف. شوفوا هنايا نوريكم كيفاش راها مواسي. ومن بعد نحيها، هنا تتنحى بكل سهوله كي تكون طايبه من التحت. شوفوا هنايا كيف مبين لكم، لانه الكاميرا ما كانتش مبينه مليح ثقابي. هنا راه مشاهد حتى للتحت، وما من التحت طاب محمر. يعني الخبزه تاعكم كي تتحمر من التحت تبدا تطير وحدها. نزيد الخبزه ثانيه بنفس الطريقه، جبت الغراف وفرغت ونحاول نفوتها من الفوق فقط ونخليها. شوفوا هنا غير تحطوا العجين تاعكم يبدا يتثقب. هنا حاولت نقرب لكم الصوره باش تشوفوا الفقاعات، لانه الكاميرا هنا ما بينتليش مليح. شوفوا هنايا مررت المغرفه كيما قلت لكم من الاطراف، وكي نشفت لي كاع وثقبت لي. شوفوا هنايا من تحت كيفاش محمر. شوفوا هنايا الفقاعات ولا ثقابي. نكمل هنا البغرير تاعي كاع بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا. هنا كملاحظه صغيره فقط، اللي بان لها البغرير تاعها ثقيل بزاف شدير تزيد له حوالي 2 مغارف كبار تاع الماء ولا 3 فقط. الماء يكون دافي وتخلط وتبدا طيب. اما بالنسبه اللي بان لها هذاك هو الطيب مباشره. وثاني سيو الخبزه الاولى، ديروا الخليط، ديروا الخبزه الاولى. شوفوها اذا جاتكم هذيك هي كملوا طيبوه، واذا جاتكم ثقيله شويه زيدوا لها كيما قلت لكم حوالي 2 مغارف ولا 3 حتى ل4 مغارف ماء. يكون ماء ضروري انه يكون دافي، وتبداو طيبوا فيه عادي. هنا كيما شفتوا انا كملت كاع البغرير تاعي. والتزيين هنايا كاين اللي تبغي دير له زبيب، انا ما بغيتش ندير له زبيب، خليته سامبل كيما راكم تشوفوا كيما هكا. اللي تبغي دير له زبيب كي تفرغ الخليط تاعها تقيس له حبات زبيب من الفوق. وها هو البغرير تاعي هنايا بعد ما طاب. شوفوا هنا في الصوره حاولت نبين لكم كيفاش راه مثقب ومشهد، مع انه هنايا كانت الاضاءه عندي ناقصه يعني ما عطاتوش حقه. اتمنى هاد الوصفه تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى باذن الله.